صباح النور، اخباركم البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده باذن الله. عواشر مبروكه مره اخرى بالصحه والسلامه وبراحه البال واش تمنيتوا يا ربي. شحال هذه في الساعه؟ انا حادقه، ولكن لا والله بصراحه انا دائما كنفيق بكري، سواء في رمضان سواء من غير رمضان. غير هو في رمضان الا فقتي بكري كتكون شويه كتلقاي الصامت في الدار تحت ما فيق. انا لو ماكسيموم واخا كنفيق للسحور كنصلي الله يجعل مولانا يقبل، وكنت كشويه 8 الماكسيموم الا نعست 8 ونص. فاليوم فقت مع 8 ونص، صليت الضحى الله يجعل مولانا يقبل، ولبست حوايجي وخرجت باش ان شاء الله باذن الله عندي ما يدار اليوم. واليوم كي كتعرفوا الخميس يعني السيمانه دابا باش داز رمضان، فتبارك الله داز مكركب فرفاره. ولكن هو في الحقيقه ماشي رمضان اللي داز، العمر ديالنا اللي كيدوز. فرمضان الا داز هذا العام تيجي العام الاخر رمضان، اما حنايا الا داز هذا العام في حياتك ما كيدوز، ما كدركيش باقي، يعني صافي كيتنقص عام على عام، كيتنقص لك من حياتك. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يقبل صيامنا ويقبل دعائنا ويقبل صلاتنا يا ربي، والله يجعل مولانا يشوف من حالنا ويدوز عمرنا تحت طاعته وبما يرضي الله ان شاء الله يا ربي يا كريم. المهم هنا البنات غادي نقول لكم انني غادي تمشيو معايا اليوم، غنخرجكم في الصاد، لان الصاد في مراكش يا البنات واحد الحراره اللي مفرطه. تصوروا دابا 9 ونص هادي، الطوموبيل سخونه، الجو سخون، كتحل تهبطي الزاج ديال الطوموبيل كيعطيك الصاد. انا الكليماتيزور ما نقدرش نطلقه في الطوموبيل كيمرضني. فاحسن حاجه انني غادي نصبر وغادي نديكم معايا في هذا الصاد باش تسخنوا معايا شويه وتعرقوا معايا شويه. اختي حنا الناس مراكش اللي نصهدوا، لا نديكم كلكم معايا. المهم اليوم غادي نمشي. اول حاجه عندي ما يتقضى اليوم، عندي بزاف ما يتقضى، وكنتمنى انني ندرك ان شاء الله باذن الرحمن ندرك هادشي كله، لان ما فياش كل نهار نخرج ما قداش، وما عنديش السوفل باش نخرج، ما نكذبش عليكم. فغادي ان شاء الله غادي اول حاجه غادي نمشي دابا شاده الطريق ديال لا سينيسيس، عندي واحد الغرض تما نمشي نقضي باذن الرحمن، وغادي ندوز هذيك الطريق ندوز المرجان، ناخذ داكشي اللي غادي يخصني في مرجان، ومن بعد غادي نمشي عندي واحد الكليه جاتني من على برا. في الحقيقه انا هي مسخره واسطه ماشي ديالتي، واحد السيده مصيفطها على قبل شي ناس، فانا الوسيط ما بيني وبين هذوك الناس، نمشي نجيبها باش ندي الناس شغلهم، الله يجعل مولانا هي الله يخلف عليها، وهما الله ينفعهم يا ربي، وانا الله يجازيني بخير. الخطوات لله ماشي مشكل. تنبغيو دائما يعني ديري شي حويجات في سبيل الله، ماشي مشكل ديرهم في سبيل الله، يتكتبوا لك حسنات عند الله سبحانه وتعالى، لانه الصدقه او الحسنه ماشي حتى نعطي او ندير او نفعل، كاينين طرق اللي هي كثيره وبزاف. المهم هادشي كله البنات غادي نقضيه ان شاء الله ونشوف. سا ديبون على الفطور. انا الحريره عندي، داكشي اللي بغيت ندوز به عندي بقى ليا، لان عرفت اليوم غادي نخرج كل شيء من البارح. نتمنى انني نجي شويه بكري ونكمل بكري او غادي نشارك معكم اشنو غادي ندير. المهم الحاجه اللي بغيت نهضر معكم فيها البنات، كي قلت لكم انا داكشي اللي درت البارح درت بزايد اليوم. انا عرفت انني اليوم غادي نخرج ودرت بزايد البارح باش نخلي اليوم باش نفطر، وباش ما نجيش انا معذبه ونجي نوقف في الكوزينه ما عرفتش وقتاش غادي نرجع. فهذه مساله اللي هي ضروري خصنا نتكلموا فيها، هو ديك المساله ديال الطبلات رمضان. احنا ملي كنكونوا صايمين مساله طبيعيه، انك الا دخلتي مثلا هي المرجان، الا دخلتي كتشهي هذه تشهي هذه، مشيتي للسوق كتشهي هذه تشهي هذه، تفرجتي في اليوتيوب شتي واحد الوصفه، الله هذيك الوصفه باينه غزاله غادي نصاوبها اليوم غادي. فمني كتحطي الطبله تبارك الله كتحطيها عامره، وكنعرفوا حنا المغاربه عينينا كبيره، الطبله الا ما كانت عامره ما كنرتاحوش، ولكن خصنا نقعدوا بيننا وبين نفوسنا ونعرفوا ان الله حق. يعني داكشي اللي كنضيعوا راه ماشي سهل. انا هذه مده وانا ما بقيتش كنديرها بحال هذا الشيء، ولكن النهار الاول في رمضان وقع لي هذا المشكل، لا خصتني هذه لا، الدراري غادي يبغيو هذه لا، اختي غتبغي هذه لا، هذه لا، فقدرت داكشي كثير في الطبله.
ملي حطيت والله القسم ماشي غادي نقول لكم ما كليناش، ولكن كلينا اللي كتب الله، وداكشي كله اللي بقى. كاينه الحاجه اللي ما تقدرش ديريها في الثلاجه، كاينه الحاجه اللي ما يمكنش تبات غدا تاكليها. وانا من الناس اللي ما كتعجبنيش الماكله الا ما اضطريت ما نبيتش الماكله ونعاود ناكلها مره اخرى نهار اخر في الثلاجه. تيعجبني نصاوب النهار بنهارو وناكلو. فمثلا البارحه انا صاوبت على اساس اليوم لانني عرفت خارجه ومضطره، يعني الا ما كنتش مضطره وما خارجاش ما يمكنش ليا، ما تيعجبنيش هذاك الشيء. فهنا قلت لكم الطبله كاين بعض المرات شي حوايج اللي ما يمكنلكش تديريهم وتعاودي تاكليهم. فمن احسن اننا نديروا قياسنا ونديروا اللي غادي يقدنا وغادي نقدروا ناكلوه في ذاك النهار، وعلاش النهار الاخر ولا كاع الا درتي تخلي النهار اخر ماشي الكونجيلاتور وتبقاي تضيعي الطبله شي يتلاح وانت ضاله واقفه ما تيبقى عندك الجهد لا للصلاه لا للذكر لا لتقراي ما تيسر من الذكر الحكيم ولا القران ولا تخشعي بينك تتروحي عيانه ما كدوي المغرب تتروحي مهلوكه، ما عندكش باقي العظم اللي تهسي كتفطري وكطيحي تتكاي لانك عييتي. فمن الاحسن انا ندير شي حاجه اللي بسيطه عاد زيد على حاجه اخرى. الغلاء اللي كاين دابا في هذا الوقت كاينين الناس الله يكون في العوان. انا كنمشي للسوق قسما بالله الا كضرني خاطري، لان كتشوفي بعض الناس اللي ما شاء الله حتى حنا راه منهم، ولكن كوميم كتلقاي باش تقداي كيلو من هنا 2 كيلو من هنا هادي كاين اللي ما دركش حتى داك الكيلو ما دركوش. الله يكون في العوان الجميع. ما نكرهوش اننا نعاونوا اللي لقينا بالفطور، نحاولوا نديروا فطور نفطروا صائم عرفتوا صيام افطار صائم شحال فيه الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ونحاولوا ما امكن نساعدوا بعضياتنا باللي كتب الله ماشي بالضروري. راهي الكلمه طيبه راه صدقه، راهي عمل الا ساعدتي شي حد في شي حاجه راه صدقه ومكتوب لك عند الله سبحانه وتعالى. فما بالك الانسان ضال صايم وما لاقي ما ياكل، او انت كتفتخي في الطبله وواحد اخر الله يكون في العوان فاطر بزليفه ديال الحريره ولا ما قادش يدركها ما دركهاش، ما داركش التمر ما داركش حليبه ولا عصير. فما نساوش بعضياتنا. ومره اخرى غادي نقول لكم البنات ما تبخلوش على راسكم بالصدقه للغير، لان الصدقه تذهب الباس. وشحال من مره كتوقعي في مشكل او كان وقعنا او اي واحد فينا وكينجيك الله او كتجي شي حاجه اللي هي خفيفه فكتقولي شي صدقه وقفت معايا، وبالفعل الصدقه كتوقف كتغير الاقدار. فما نبخلوش على روسنا يا البنات بالقليل او بالكثير. والصدقه راه ماشي هي تعطي الفلوس او تعطي، الصدقه راه بالكلمه الطيبه بالتصرف بابتسامه في وجه الغير. كلشي هادشي راه كيتعتبر صدقه وحنا محتاجين ليه في حياتنا، لان المغريات تاع الدنيا كثرات بزاف. فما نبخلوش على روسنا بالاجر مع الله سبحانه وتعالى، وما نبخلوش على الناس باللي عندنا بالقليل ولا بالكثير، لان اللي ما عطاش بالقليل راه ما يعطيش بالكثير، ما يعطيش من الكثير. والله القسم هذه قاعده كتلقاي الناس دابا على قد حالهم وتيصدقوا كيعطيو وكيساعدوا، والله يهدي ما خلق. يلا البنات نكملوا. وهنا ساليت البنات قضيت اغراضي تقريبا كلهم ما بقى ليا المدينه ضروري غنهبط ليها. وجيت المرجان باش ناخذ ثاني داكشي اللي خصني كي قلت لكم دايره انا لا ليست، وباش ما ننسى حتى شي حاجه الا خرجت يعني ناخذ داكشي اللي خصني كامل ونرجع بالسلامه. فلما درت ضروري كنسى. وهنا تلاقيت مع صاحبتي اللي مده عامين ولا عامين ونص ما شفتهاش، بيناتنا غير الواتساب مره مراكا سلام سافا المهم راكم عرفتوا. فاليوم لقيتها والله العظيم الا كانت اللي تيقولوا بعدا رب صدفه خير من الف ميعاد. شحال من خطره درنا باش نتلاقاو ونتشوفوا ونجلسوا مع بعضياتنا، لانه مهم صديقه اللي عزيزه. فما كانش الوقت وما كتجيش بقى دايما انا عندي شي حاجه ما هي عندها شي حاجه ما، المهم كانت الوقت مخربقه. فاليوم تلاقينا صدفه سبحان الله والله الا عجبني الحال. قلت لها كنت صاحبه صاحبتي كنت شحال هذا جيت المرجان كتبت، المهم خديت داكشي اللي خصني وقفت معها تقدت حتى هي كانت بغات شي حاجه. فقلت مني جاي ندورو دويره انا وياها وهضرنا وتكلمنا حديث مغزل اللي تيقولوا. المهم قدت هي داكشي اللي بغات وقديت انا داكشي اللي بغيت. وهنا تفارقنا في الباركينغ وجيت انا لياتو قدام مرجان. جيت هي تنقلب على واحد ديبول ما لقيتهمش، فقالوا لي شوفي ربما تلقايهم فياتو، وبالفعل لقيتهم فياتو.
وخديت تاني داكشي اللي خصني وغادي نشد الرحال للمدينه. عندي فيها غرض، واخا كاينه الطريق وكاينه الطريق بزاف من مرجان حتى المدينه، وانا جيت ما بين مرجان والمدينه يعني ما قريب ليا لا هكلاك، ولكن ماشي مشكل. غادي نهبط باش نقضي غرضي ونطلع ان شاء الله. باقي الحال الجوج هادي. عندي كاع شي ساعتين تقريبا ولا ساعتين ونص في المدينه، ونرجع ان شاء الله ونكون باذن الرحمن ساليت كل شيء. يلا البنات تياتو فيه شي حويجات الغزالين بصراحه. رغم الصهد رمضان تبارك الله جا معرفنا عامره، ومني تنجي جا معرفنا ضروري نقضي اي حاجه، ولكن ضروري ناخذ الزيتون. ضروري ناخذ الزيتون. هنا خصني شويه الزيتون حمر بغيتو، وخصني الزيتون لا اقريش. اكريش كناخذو من عند هذا السيد، ولا من جهه القاعه الزيت لقيت الزحام على داك السيد اللي في قاعه الزيت، فجيت ناخذو من هنا بحال بحال. وبالسلامه رجعت للدار، توضيت صليت وهبطت للكوزينه ضروري وجدت كل شيء، ولكن لقيت خاصني شي طويجين، ففكرت لقيت اسرع طاجين واسهل طاجين هو اللي غادي نشارك معكم اليوم، لانه بالفعل تيجي خفيف ظريف وسهل دغيا حتى لاخر لحظه، وتصوبي ما فيا ما يوقف بزاف. خليكم معايا البنات تنحضروه مع بعضنا. وصحاب الطاجين سيرتو في رمضان وعشاق الطواجن يجيو حدايا هنايا نوجدو واحد الطاجين. خديت الطاجين درت فيه زيت بلديه ودرت البصله، وهنا غادي نحك واحد جوج ضريفات تاع الثومه اللي صغار. تيقولوا بان الثومه مكروهه في رمضان، ولكن بصراحه ما عمرني تاكدت من هذه المعلومه، يعني ما كاينش شي حاجه رسميه باش يقولها شي. المهم انا ما متاكداش من هذاك الشيء باش كنديرها. فدرت هنا جوج ضريسات صغار ديال الثومه، وغادي نخلي الطاجين ديالي تيتشحر باش تهبط لينا البصيله ناقصه على العافيه، يعني البوطه ناقصاها. وغادي نشوفوا الطاجين ديالنا فين وصل والبصيله فين وصلات. وحنا كنحركو باش تهبط لينا البصله هي الاولى. قلب الطاجين يعني جاتني ما عرفتش علاش مكفح من واحد الجهه. هنا غادي ناخذ مطيشه اللي من بعد ما نقيتها وحيدت منها الزريعه وديك الزريعه ديالها صفيتها باش تحيد الزريعه وبقات هي داك لاصوص ديالها، هي ديك المويها ديال مطيشه كاين هنايا اللي كيحكها، مي انا كتعجبني نديرها هكا، كنديرها في الطاجين سورتو هذا الطاجين كنديرها فيه طريفات بحال هكذا. خف نزربن. والطاجين اللي كيعشقو الكبير والصغير وكياكلوه الدراري بتغماض العينين كيعجبهم، وبصراحه انا تيعجبني. اول حاجه تيجي زوين وبنين وفيه بزاف د الحوايج، ثاني حاجه كيكون تيطلع دغيا وانتي واقفه عليه دغيا يطيب وكتقضي الغرض. هذا هو المنقذ. هنا خديت داك الماء اللي صفيت ديال مطيشه وغادي نزيد فيه واحد نص معلقه ديال مطيشات الحك او الكونسونطري. هنا البنات انا بالنسبه للمطيشه ما كناخذهاش قرعه كبيره ولا داك الحك، كناخذ هاد الحكيكات الصغار. تناخذ داك البلاطو اللي تيكون فيه 24، فكتجيني كنجيب حبه منه كنقضي بها صافي وكنحيد بلا ما نبدا سدي ديري الزيت ديري في الثلاجه. فما مهم غادي نزيد هذيك لاصوص طماطيشه اللي صفيت. بصراحه كيطلع الطاجين زوين بصراحه بيني وبينكم والله الا كيطلع بنين وزوين من داك الشيء وسهل وما كياخذ منك الوقت، وانتي واقفه كتقضي كل شيء وتمشي ماشي ردي بال الطاجين شوفي الطاجين ما تحرق، شوفي الطاجين واش طاب، شوفي واقفه عليه وكيطيب في ساعته. هنا غنزيدو التوابل، درت الفلفله الحمراء او البابريكا ودرت النيوره والخرقوم والابزار وما غاديش نساو الملحه، ونحرك باش ديك التوابل اللي درت ندخل في لاصوص كاملها.
غنزيد واحد 4 كاس. علاش؟ غنقول لكم علاش زدت الماء. مي الا بغيتي ديريه غير عادي بلا ما تزيدي الماء، ديك لاصوص ديال المطيشه كيطيب فيها. غنزيدو قزبر ومعدنوس، وغنزيد واحد نص معلقه د العسل الحره. ممكن ديري سكر سنيده، وممكن لا عندك العسل ديري، ما عندكش راه غديري السكر. علاش؟ حنا باش نحيدو هنايا الحموضه ديال المطيشه ويجينا الطاجين ديالنا بنين، لان المطيشه تكون حلوه، تكون كيما كانت ضروري فيها واحد لوغو ديال الحموضه. حنا ما حاجتناش بداك لوغو باش يجينا الطاجين ديالنا بنين. غادي نكسروا ديك الحموضه بالسكر او بالعسل. وها علاش زدت الماء البنات، لانني غندير جلبانه. ممكن ديري جلبانه، ممكن ديري بطاطا دي غونديل بطاطا رقاق وكتحطيهم فوق هاد لاصوص، ولكن انا ما درتهاش لانني البارح درت مطيشه، درت بطاطا مسلوقه، فما بغيتش نعاود نديرها اليوم. الطاجين ديالي يا سلام، الريحه غزاله وما نعاودش لكم. كاين واحد القضيه البنات، انا ما عرفتش في رمضان ما كندوقش الماكله وكنطيبها سبحان الله، وكتجي هي هذيك، عمرني ما زدت الملحه ولا شي حاجه، ما عرفتش، عيني ميزاني. هنايا خديت الكفته وغادي نديرها في الطاجين ديالي. هنا البنات الكفته ممكن ديريها كويرات صغار، ممكن ديريها دي بودان صغار، ولكن انا كتعجبني نديرها هكا عشوائيه، طريفات هكا كنحرزهم وكنعمر الطاجين ديالي، يعني بواحد الطريقه اللي متساويه، كلشي جنيبات يعمرو. وكي قلت لكم علاش قلت لكم راه الطاجين كيعجب الدراري الصغار بهذا الكفته. كي قلت لكم البنات يعجب الدراري الصغار لان فيه الكفته وفيه البيض. دابا كملت الكفته وغادي نبدا نهرس البيض في هاد الزلافه. علاش؟ باش ما هو ممكن نديرو في الطاجين ديريكت، ولكن خفت نلقى شي وحده خاسره ونخسر الطاجين، فمن الاحسن انني نديرو هكا عاد نديرو في الطاجين. كتعرفي بعدا شنو تقيسي البيض، لان ما يمكنش تخسري الطاجين قداشنا هو على بيضه خاسره مثلا ولا فيها شي مشكل، فمن الاحسن انني نديرها بحال هكذا. عاد غادي نديرو في الطاجين. ياه، والريحه يا البنات وحق الله الا الريحه طالعه. قربت المغرب وعشقني بطا عليا متى تدوي المغرب. صافي غنحركو هكذا وغادي نبدا تندير في البيض. بسم الله. تنوزع داك البيض على كلشي الطاجين، الجنيبات وكلشي، وغادي نهرس داك المح بالمغرفه باش يتبيض غيا. ياه، تبدا تخلي المغرفه بحال هكذا او داكشي باش تتحركي باش يدخل داك المح الابيض ديال البيض لداخل ويطيب. ونبدا نحرك الطاجين، كتحري هكا وهكا، نغطيه ونبدا تنحرك فيه من هكا هاد الجهه لهاد الجهه باش يطيب الطاجين في مره. يا سلام، الطاجين واش من طاجين. وباش ما نخسروش الديكور ما نحركوش بدا بالمغرفه او بالمعلقه، نحركوه بالطاجين هكا نشدوه. الطاجين ديالي راه طاب، اصبح جاهزا. ما خليتوش تطاب البيض بزاف، لانه ملي غنغطي الطاجين غادي يرجع عليه وغادي يكمل الطياب ديالو. صافي هنا غادي نزيد البيض، الزبده زيت البلديه، وغادي ندير شويه المعدنوس. وها الطاجين ديالي موجود. ما شهيتكم البنات، بصحتنا وبراحتنا وبصحتكم نتوما، سمحوا لي الا شهيتكم. وهنا غادي نقول لكم تبارك الله عليكم البنات، وفرجه ممتعه. وهكا داز نهاري وهكا داز النهار تبارك الله فيت في، ولكن الحمد لله. الصيام فيه زوين في رمضان، ماشي شي حاجه اللي قاصحه بالنسبه ليا، ولكن انا ما كنخرجش داكشي. علاش؟ اول نهار خرج وداز مزيان الحمد لله. يلا البنات غادي نخليكم وغنقول لكم تبارك الله عليكم وعواشر مبروكه مره اخرى. وما تنساوش تحضروا الطاجين ديالي وتجربوه وتردوا عليا الخبر. يلا بسلامه البنات، الله يعاونكم.